شايفين الجمال؟ فطيرة جلاش باللحمة المفرومة الروعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. يا مساء الخير أو صباح الخير والسعادة والهنا والسرور على حبايبي ومتابعيني داخل مصر وخارج مصر. أهلا بكم بفيديو جديد. قبل ما أبدأ الفيديو دايما بفكركم بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتنزلوا تفعلوا جرس الكل عشان كل ما ننزل فيديو جديد يوصلكم على خير ان شاء الله. هنعمل فيديو فطير شرقي باللحمه المفرومه. طبعا الحشوه اعملي اللي انت عايزاه فيها من غير ولا فرد ولا عجن ولا اي حاجه، سهل وبسيط وسريع كمان. يلا نقول مكوناتنا على بركه الله. اول حاجه لفتين من الجلاش، وانت طبعا اعملها على حسب عدد اسرتك. عندي هنا فلفل اخضر، ممكن تزودي الوان. عندي علبه زبادي وبيضتين اللي انا هعمل بيهم التشريبه وحليب. عندي هنا بصله مبشوره. عندي اللحمه المفرومه وزي ما قلت لك على حسب الاختيار بتاعك. عندي هنا التوابل، ملح وتوابل لحمه وتوابل مشكله عليها حبهان، ورق لوري، يعني حاجات من التوابل اللي احنا بنعملها متشكله مع بعضيها. وعندي ملح وعندي بابريكا. ولو انت حابه تعرفي توابل اللحمه ممكن اسيب لك اللينك تحت الفيديو. عملت توابل لحمه وحواوش وحاجات كتير قبل كده، ممكن اسيب لك اللينك. يلا نشتغل بقى ونشوف احنا هنعمل ايه. صلوا على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. رفعنا طاسه على النار، حطينا فيها اي ماده دهنيه، سخنت حبه كده. هننزل هنا باللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل اخواتي وحبايبي بمجرد اللحمه ما اخدت معايا لون بالشكل ده هنزل عليها هنا بالبصله. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. بسم الله. مفيش اسرع ولا اسهل من فطيره الجلاش، بتتعمل بسرعه وما بتاخدش اي وقت. بصراحه النتيجه بتبقى تحفه. كده البصله معايا صفرت بالشكل ده. هنزل عليها هنا بالفلفل. كده الحشوه بقت معايا تمام. كل اللي انا هعمله هنزل عليها هنا بالتوابل والملح. هنزل عليها بمعلقتين من مبشور الطماطم، او ممكن تحطي معلقه من معجون الطماطم، وهنسيبها بس تتقلب تقليبه واحده بس كده. صلوا على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. جهزنا الصينيه، هندهنها كويس من تحت، ومعانا الجلاش طبعا مغطينه بفوطه عشان ما ينشفش مننا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا كده باول ورقه، هنحط طرفها بره. اي ورقه هنحطها هندهنها ونسيب الطرف التاني كده كده هيدهن لما نيجي نقفل عليه. الورق انا هعمله بالشكل ده وادهنه سمنه. نرجع نشوف احنا هنعمل ايه. كده حطيت كل الورق بالشكل ده. هنزل هنا في الخلطه دي نصها عشان هخلي النص التاني للصينيه التانيه. هنقفل عليهم كده واحده واحده وندهن عشان الطرف ده كان بره. تمام كده تمام. مفيش ولا اسهل ولا ابسط من كده. طريقة سهلة وبسيطة. معانا ورقة احنا مخلينها للآخر، احنا هنغطي بيها الفطيرة من فوق اهي. الكلام اللي احنا عملناه في الصينيه الاولانيه هنعمله في الثانيه. هفرد الاول دي هنا، ممكن تفرديها وممكن لا، يعني انا ما فردتش في الصينيه الاولانيه بس عادي ماشي الكلام يعني.
ده ينفع وده ينفع، فردت ينفع، ما فردتش عادي برضه. اخر ورقه زي ما عملنا كده، حطينا حتى الورق المقطوع احنا حطيناه، ما يحصلش اي حاجه. وهتقفلي دي، هندهن وشها كده وهنسيبهم على جنب شويه لغايه ما نعمل التشريبه، لان انا هدخلهم الفرن الاول وبعد 10 دقايق هحط عليهم التشريبه، فنعمل مع بعض التشريبه قبل ما نوديهم الفرن بالمره. كل حبايب قلبي رجعت لكم عشان نعمل التشريبه مع بعض. جهزنا الطلبات بتاعتنا: كوبايه من الحليب، علبه من الزبادي، معلقه من البيكنج باودر، والبيضتين. هنرش على البيضتين كده شويه من التوابل، عليهم فلفل اسود. تمام كده، تمام. هنقلب البيض كده بالشكل ده. هنحط هنا معلقه من البيكنج باودر، مقدار معلقه. هنحط الزبادي، هنقلبهم كويس في بعض كده بالشكل ده. هحط كمان عليهم البيض، هقلبهم بس في طبق كبير شويه، وكده انا جهزتهم. هحط عليهم حبه كده صغيره من السمنه، وكده تمام. كده التشريبه معايا تمام. يلا بينا بقى عشان احنا هنحط الفطير في الفرن. هنحطه 10 دقايق وبعدين نرجع نحط له التشريبه. هحطها قدامكم ان شاء الله. كل اخواتي وحبايبي، شمعت الفطير بالشكل ده 10 دقايق في الفرن. هنزل عليه كده بالتشريبه وهدخله تاني ياخد سواه براحته، ونرجع نكمل الفيديو مع بعض عشان نقدمه ان شاء الله. شايفين بسم الله ما شاء الله الفطير بالشكل ده؟ بصوا الجمال. ولسه بسوي التانية، حطها تحت الشوايه واحده واحده، ودي اللي استوت. هنسيبهم بس لما يبردوا شويه ونيجي نقدمهم مع بعض ان شاء الله. شايفين الجمال؟ شايفين فطيره شرقي باللحمه المفرومه بالجلاش؟ اسهل وابسط طريقه ممكن تعمليها، والريحه روعه. حطيت على وشها كده جبنه موتزاريلا من فوق، ودي عملتها ساده. شايفين الجمال والريحه؟ بقولكوش روعه. عايزاكم تجربوها، تحفه. يلا نجرب الفطيره مع بعض كده. شايفين الجمال؟ شايفين التوريقات؟ روعه. جربوها هتعجبكم كتير. الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.